اليوم سنشاهد مع بعض يعني كيفية إنشاء حساب بنكي على النتلر. كذلك كيفية إرسال طلب للحصول على الكارت الخاص بك، كيفية تفعيل حساب إلى غير ذلك. شاهدنا احنا من قبل يعني عندما تعود إلى موقع محترف الشرح ستلاحظ أننا قد عرضنا من قبل كيفية الحصول على في شرح 55 مجال فتح حساب بنكي بأمريكا والحصول على الماستر كارد، ويتبعه الشرح 12 يعني الجزء الاول والجزء الثاني. تعرفنا مع بعض يعني على بنك البايونير، هو بنك امريكي كما سبق وقلت يعني في الشرح، كيفية إنشاء حساب، كيفية تفعيل الحساب، كيفية إرسال طلب الحصول على الكارت. يعني كما تلاحظون سبق وأريتكم الكارت، يعني هذا الكارت الأول، وهذا كارت خاص بأخي يعني، وهذا الكارت الثاني الكارت الخاص بي. المهم درس اليوم سنتعرف على كيفية إنشاء حساب في النتلر. وأنا كنت من قبل يعني في سنة 2010 كنت قد تعاملت مع هذا البنك، يعني بنك رائع ورائع جدا، لكن بعد ذلك لم أعاود ولم أكرر التعامل معه إلى حين قراءتي إلى أحد المقالات يعني على الإنترنت، والتي تفيد بأنه قام بتفعيل ميزة رائعة ورائعة جدا، يعني قام بتفعيلها منذ مدة، لكن الحقيقة أنا فقط تعرفت عليها يعني في الأيام الفارطة. لذلك قررت أن أقوم بشرح هذا البنك لكم، خاصة يعني عندما نقارنه ببنك البايونير، فهو يعتبر أسرع وأسهل في الاستعمال. الحماية يعني نظام الحماية الخاص به أقوى، لكن المشكل في بنك النتلر يعني إن كنت تتعامل مع المواقع الربحية مثل موقع على سبيل المثال مثل موقع أدفلاي. موقع أدفلاي يدعم الدفع مباشرة إلى كارت البايونير الخاص بك، لكن موقع نتلر لا يدعم هذه الخاصية. مقارنة يعني كما سبق وقلت بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع بعض المواقع الربحية يمكن أن يجد كارت البايونير أفضل. لكن بخصوص هناك كذلك شيء آخر أعجبني بخصوص سحب الأموال. يعني مثلا بكارت البايونير عندما تقوم بسحب الأموال فإن الضريبة تكون مرتفعة ومرتفعة جدا، في حين أن بنك النتلر ليه كذلك يوفر لك أكثر من ميزة للدفع، يعني سنتعرف عليها كلها. أول شيء عندما تقوم بالدخول إلى الموقع تضغط على جوان فور فري، تضغط على جوان فور فري. بالنسبة لمن يريد يعني مثلا يريد شراء استضافة إلى غير ذلك، يريد إنشاء إشهار على الفيسبوك أو على الجوجل، يريد فتح حساب يعني لا أعلم على الأيتونز، يريد تفعيل كذلك الباي بال، سنشاهد ذلك في دروس قادمة، أو يريد مثلا يعني فتح حساب ناشر او ببلشر على الاندرويد على متجر الجوجل، فان كارت النتلر ستساعده كثيرا وكثيرا. المهم يعني لن أطيل كثيرا في التعريف بالنتلر، سأترك التعريف كتاب، يعني عد إلى الدرس إن كنت على اليوتيوب فقط لست على الموقع، عد إلى الدرس تجد العديد من ميزات النتلر والعديد من تعريف أكثر بالنتلر. المهم أول شيء ستقوم بإدخال الإيميل الخاص بك، يعني هذا الشرح لاحظوا معي يعني أنا سبق وتحصلت برو إكسبلين أوكي، سبق كما سبق وقلت سبق وأنشأت حساب على النتلر، لكن فقط أقوم بالشرح من أجلكم. ثم تختار البلد من هنا يعني، ثم بعد ذلك تختار الريجن يعني إن صح التعبير المحافظة أو الولاية، لاحظ، ثم ديزاير أكاونت كويس. هذه الخاصية أو هذه الميزة عندما تقوم باختياره فإنك لا تستطيع تغييرها أبدا 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 إلى حد اتساع. من الأفضل يعني الأورو بالطبع. إن أردت عملة أخرى يعني تستطيع اختيار عملة أخرى. سأختار أنا بالنسبة إلي سأختار الأورو، ثم تضغط على واصل. تفضل. الآن بالنسبة للإعدادات لاحظ معي هذه كلها إعدادات الخاصة بحسابك. مكرر أنا حقيقة بعد درس البايونير تعجبت إلى عدد الأشخاص الذين يعني سألوني أرسل إلى الإيميل يعني يعلمون بأن هناك خطأ. يعني لاحظ معي أنا أقوم بالشرح على موقع النتلر، يعني إن طبقت حرفيا ما أقوله فإن عملية التسجيل ستمر بنجاح. يعني إن كان هناك خطأ قبل أن تراسلني وتأكد أن العملية تمت بنجاح. كذلك هناك يعني ملاحظة أخرى، من الأفضل الابتعاد يعني مثلا نفس
العنوان بنفس العنوان تنشئ أكثر من حساب. من الأفضل الابتعاد عن ذلك، خاصة يعني برك النتلر صعب جدا في التعامل معه، خاصة في الحماية يعني. كذلك إياك وفتح حسابك عن طريق بروكسي أو RDP، فإن بمجرد تقوم فتح حسابك ببروكسي فإنه سيتم غلقه تلقائيا، ولن تستطيع إعادة تفعيل إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائهم أجوبة الخاصة بالأسئلة التي قمت يعني سنشاهد كيفية إدخال أسئلة لو إعطائهم تلك الأسئلة. المهم فيرست نيم يعني الاسم. على سبيل المثال لا أعلم يعني كما قلت لا أحبذ التسجيل مرة ثانية، لكن يعني سأقوم بالتسجيل بإعدادات أو بيانات خاطئة إن صح التعبير. مثلا على سبيل المثال سأختار أوكي، سأقوم بالتسجيل بأحد بيانات أصدقائي. أوكي فيرست نيم يعني اللقب بالطبيعة بالطبع، ثم ستريت أدرس يعني الستريت أدرس أو ما عنوانك الشارع الذي تسكن فيه إلى غير ذلك. أوكي ثم السيتي المدينة مثلا معي، ثم البوست كود يعني الترقيم البريدي، ثم كانتري بريماري فون يعني هاتفك الأول، وهنا تستطيع إضافة هاتف ثاني. سأقوم بإدخال رقم يعني أحد الأصدقاء شيء، ثم 6 أو الجنس إن صح التعبير ذكر أو أنثى، ثم تاريخ الميلاد يعني حقيقة لا أعلم تاريخ ميلاد صديقي، لذلك سأقوم بإدخال أي تاريخ يعني، ثم سأقوم بإلغاء هذا الحساب. create password عملية إنشاء الباسورد يجب عليك رقم وحرف يعني حرف كبير وحرف صغير. مثلا كهذا المثال، لاحظ معي هذا المثال حبيبي، لاحظ هكذا. اوكي مثلا سأعطيكم مثال من عندي، مثلا هكذا حرف صغير، أرقام وحرف كبير، المهم أن يتواجد حرف كبير وحرف صغير. سأقوم يعني بإنشاء مثلا ثم سأكرر الباسورد. الآن سنقوم باختيار الأسئلة الشخصية، وهي أسئلة هامة وهامة جدا. يعني من الأفضل إن كنت شخص يعني ينسى كثيرا، من الأفضل إثر الانتهاء أن تقوم بكتابة تلك الأسئلة وحفظها مثلا في يعني في حافظتك مثل ما أفعل أنا، أو مثلا حفظها في هاتفك الجوال، لكن من الأفضل حفظها وتركها في مكان لا يمكن أن تتغير، لأنك كما سبق وقلت الموقع يعني صعب بالنسبة للحماية، فهو صعب. في حالة أخطأت ودخلت يعني من بروكسي آخر أو قمت بإدخال إعدادات خاطئة، فإن حسابك سيغلق تلقائيا ولن تستطيع تفعيله إلا بعد الإجابة على هذه الأسئلة. كذلك هناك باسورد لا تستطيع تغييره إلا بعد الإجابة على هذه الأسئلة. مثلا فافوريت أوتر يعني سأدخل اسمي. أوكي choose security question يعني السؤال الثاني name of first love نوع لا أعلم. أوكي select الآن السؤال الثالث نيم يعني تختار الأسئلة إلى غير ذلك. المهم سأقوم يعني بالنسبة لمن لا يتقن الإنجليزية سأقوم mother maiden name يعني الاسم الثاني للأم، first pet name اسم أول حيوان يعني، favorite school teacher المعلم الذي تفضله، favorite author الممثل الذي تحبه أو شيء، name of first love يعني حبك الأولاني، name of best childhood friend يعني صديق الطفولة، أحسن صديق في الطفولة، name of elementary primary school يعني بالنسبة يعني صح التعبير المدرسة الإعدادية أو اسم المدرسة الإعدادية صح التعبير، first concert attended يعني أول صح إن لم أخطئ يعني أول حفلة قمت بالذهاب إليها، and childhood hero يعني بطلك البطل يعني هذه كلها ثقافات أجنبية، لا نحن كنا نملك شيلدود هيرو. المهم شيلدود هيرو يعني بطلك أو بطلك عندما كنت صغير، مثلا سوبرمان أو باتمان أو أي شيء. مثلا أنا على سبيل المثال سأكتب لو اكسبلين ثم تضغط على وصل. لاحظ معي هذه كل الإعدادات، سأكرر شرح سريع وسريع للإعدادات. أريد من العملية الأولى أن تمر
عملية التسجيل بنجاح. الاسم، اللقب، الاسم، العنوان كما تلاحظ العنوان هنا، رقم هاتف الجوال، الجنس إن كان ذكر أو أنثى، تاريخ الميلاد، الباسورد كما سبق وشرحته، ثم الأسئلة الحمد لله قمت بشرحها كلها، ثم تضغط على وصل. ننتظر قليلا، يعني عندما تضغط خلاص لا تقوم بضغط أي شيء، ستبقى هكذا النافذة، ثم سيتم التحميل، ستبقى لمدة 2 أو 3 ثواني، ثم ستبدأ عملية التحميل. يعني هناك شيء قد قمت بالخطأ أو لا أعلم. كما تلاحظون معي يعني من الأفضل عندما تقوم بالضغط على واصل لا تقوم بتغيير أي شيء. كما تلاحظ هنا الأسئلة ويعلمك أنه عليك تذكر هذه الأسئلة، يعني كما سبق قلت قم بتسجيل هذه الأسئلة وأجوبتها. كرر الأسئلة وأجوبتها، لأنه عندما تقوم بطلب تكرار أو طلب تغيير كلمة سر أو إرسال كلمة سر، فإنه لا يعطيك سؤال، فقط سيعطيك اختيارات السؤال، أنت تختار السؤال وتختار إجابة مرتبة. هذا السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث مرتبة. في حال قمت بإدخال هذا السؤال في المرتبة الأولى وهذا في الثانية فإنه لن تمر العملية وسيبقى حسابك مغلق. سجلها هكذا، قم بتسجيلها هكذا على ورقة أو قم بإرسالها إلى الإيميل الخاص بك، يعني كي لا تضيع. المهم ثم نضغط على وصل. في حال أردت تغيير تقوم بالضغط على edit، في حال لم ترد تضغط على وصل. كما لاحظتم يعني عندما تقوم بالضغط لا تفعل أي شيء، فقط اضغط وانتظر، لأن عملية تحميل الصفحة يعني تأخذ القليل من الوقت. ننتظر قليلا. أوكي، الآن إعدادات الأكاونت ID وسيكيور ID، كذلك إعدادات هامة وهامة جدا. يعني من الأفضل كذلك أن تقوم بتسجيلها، لأن هناك مثلا على سبيل المثال عندما تقوم بدخول إلى حسابك تستطيع الدخول عبر يعني الإيميل، أو تستطيع الدخول عبر الأكاونت ID أو السيكيور ID، حتى في حال قمت يعني تم اختراق إيميلك أو يعني قمت بتغيير الإيميل. كذلك هناك إعدادات أخرى. ما هي هذه الإعدادات؟ هذه الإعدادات هي إعدادات داخل البنك الخاص بك إن صح التعبير، يعني لا تستطيع تغييرها إلا بعد إدخال يعني الأكاونت ID أو السيكيور ID. سأقوم بتسجيلها هنا مثلا على سبيل المثال، لاحظ معي. المهم ثم تم الانتهاء من عملية تسجيل الحساب. ثم what do you want to do now؟ يعني أول شيء put money into my account أو view my account. سنضغط على view my account لنعلم كيفية تفعيل هذا الحساب. انتظر قليلا. بالنسبة لمن يريد يعني تسلم أموال، هناك شخص مثلا تملك أحد أفراد العائلة، تملك أحد الأصدقاء، تأكد أنه عندما تقوم بالبحث ستجد، يعني تأكد عندما تقوم بالبحث ستجد تبحث عن أحد الأصدقاء يعيش في الخارج أو أحد أفراد العائلة يعيش في الخارج وتريد أن يقوم بإرسال الأموال إليك. تستطيع استقبال الأموال حتى في حالة لم يتم بعد تفعيل حسابك. تفعيل حساب لماذا؟ لأنه بعد تفعيل لماذا نحتاجه؟ لأن بعد تفعيل الحساب تستطيع إرسال طلب الحصول على الكارت الخاص بك، يعني يصلك في المرة الأولى الكارت، ثم بعد أسبوع أو 10 أيام يصلك البين كود. ليس مثل بايونير يعني أنت تختار البين كود، لا، يصلك الكارت ثم البين كود. ما هو البين كود؟ البين كود هو يعني كلمة السر التي تقوم باستعمالها عند الموزع من أجل استخراج الأموال. المهم سأعود إلى هذه الطريقة. تضغط على verified، حد معي، ثم تختار من هنا ما الذي تريد. أي شيء يثبت مكان السكن، يعني أي شيء يثبت مكان السكن. من الأفضل إما أكرر، من الأفضل إما الباسبور أو الجوفرمنت ID، يعني بطاقة التعريف الوطنية. إن كنت تملك باسبور فذلك محافظ جدا، لأننا كما نعلم الباسبور الخاص بك إما بالفرنسية أو الإنجليزية. إن كنت تملك باسبور تمر إلى مرحلة الجوفرمنت يعني ID، يعني تقوم بإدخال identification number يعني وهو رقم ID، تقوم بإكسبيري ديت بالنسبة لمن بطاقة التعريف الخاصة به، يعني تكون تحتوي على وقت الانتهاء. نحن في تونس لا نملك هذا الشيء، يعني نقوم بإلغائه. ثم choose فايل 1. ما هو الفايل 1؟ فايل 1 يعني نفس هذا الفايل 1، وجه البطاقة.
الفايل تو خلف البطاقة كما تلاحظ باك اوف فرونت اوف دوكيمون وباك اوف دوكيمون، يعني لا تسألني أخذ صور بالآيباد بالآيفون لا أعلم بماذا، تذهب إلى أول إن كنت لا تملك سكانر في منزلك تذهب إلى أول مركز عمومي للإنترنت، تعطيه البطاقة، يقوم يعمل سكان للبطاقة، يقوم بإرسال البطاقة إليك عبر الإيميل، ثم تقوم بإدخالها هكذا. تذهب تختار البطاقة يعني وجه البطاقة، بعد اختيار وجه البطاقة تضغط مرة ثانية وتختار خلفية البطاقة. أكرر سؤال أستطيع يعني تصويرها عبر الآيباد أو عبر لا أعلم، إذا لا أريد السماع هذا السؤال، يعني العملية سهلة، تقوم بالذهاب كما سبق وقلت إلى مركز عمومي وتقوم بعمل نصب. إن كنت يعني تريد تفعيل حسابك في دقائق يعني في ساعات معدودة إن صح التعبير، على سبيل المثال حساب الفارط الذي قمت بإنشائه تم تفعيله في مدة 4 ساعات، يعني في 4 ساعات قد قمت بتفعيل الحساب. لماذا؟ لأنني صح تعبير يعني أتعامل معه باحترافية. البنك طلب منك يعني بكل لطف أن ترسل له بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك، أرسل له نسخة بمجرد أن ينظر لها يتعرف عليها، يعني هو شخص يعني لا يريد أن يقوم بقراءة يعني بالتثبت أو أي شيء. لاحظ مثلا الأمثلة التي يعطيها إليك، لاحظ أي كلمة تريد قراءتها فإنك تستطيع قراءتها، يعني لاحظ هذه الأمثلة. أوكي حبيبي، يعني تقوم بإدخال، تقوم كما سبق وقلت identification number وهو رقم بطاقة التعريف، ثم تقوم بالفاس 1 كما سبق وقلت الوجه الباك، وتقوم بالضغط على upload files. بعد الضغط على upload files مثلا على سبيل المثال لا أريد إدخال يعني كما سبق وقلت، المهم بعد عملية رفع الملفات تضغط على upload files، بعد ستأتي مرحلة submit files، يعني تأكد من أن قمت من إدخال الأوراق يعني الصور الصحيحة، ثم تضغط على submit files. الآن في حالة وتنتظر يعني لمدة ساعات، في حالة أردت استلام الأموال فإن العملية غير مرتبطة بتفعيل حسابك، فإنك تستطيع استلام الأموال. تذهب إلى نت بلس كارد أو نت بلس كارد، تضغط عليها، انتظر. أوكي، هنا نت بلس بريبايد ماستر كارد، هذا بعد تفعيل حسابك. سنلاحظ ذلك يعني في تكملة للشرح إن شاء الله غدا أو بعد غد. المهم يعني بعد تفعيل حسابك، بعد أن تقوم بإرسال بطاقة التعريف ويتم تفعيل حسابك، ستضغط على Get a Plastic Card. ما الذي تسمح لك هذه البلاستيك كارد؟ يعني فقط إن أردت استلام البلاستيك كارد فهو فقط من أجل أن تقوم باستخراج الأموال من الموزع في الشارع، من أي موزع أموال في العالم تستطيع استخراج أموالك، يعني هذا فقط ما الذي ستسمح لك به. في حالة أردت استلام أموال، بعد استلام الأموال أردت شراء أشياء على الإنترنت مثلا كما سبق قلت، شراء على الفيسبوك على الجوجل لا أعلم أي شيء، تضغط على Get a Virtual Card، ثم وتستطيع إضافة أكثر، يعني تستطيع إضافة بعد تفعيل حسابك تستطيع إضافة 5 كارتات نت بلس. تختار العملة بالنسبة لهذا الكارت، كارت نيم للتفريق مثلا، ستختار هذا الكارت ستقوم باستعماله فقط لشراء الإشارات من الجوجل، تقوم بإطلاق عليه اسم جوجل أو تقوم بإطلاق عليه اسمك أو أي شيء، مثلا سأطلق عليه فقط للتفرقة بينهم. ثم نتلر سيكيور ايدي، يعني تقوم بالعودة لهذا الرقم الذي قمنا به تحصل عليه وتضغط، ثم تضغط على submit. اوكي، هذا تم إنشاء الكارت بنجاح كما تلاحظون، تم إنشاء الكارت بنجاح. الآن مرحلة استلام الأموال. كيف أستلم الأموال؟ يعني تستطيع استلام الأموال يعني كما سبق وقلت عبر المواقع الربحية التي تتعامل معها والتي تدعم خاصية التحويل إلى النتلر، أو عبر النت عبر الماستر كارد الخاصة بك. وكيف ذلك؟ تضغط هنا على الخضراء، ثم هذا الرقم
وهذا الرقم بالنسبة لاستلام الأموال، وهذا الرقم يعني تاريخ انتهاء الكارت وتاريخ إن صح التعبير ورقم الكارت، تقوم بإعطائه لأي شخص يملك ماستر كارت عالمية أو يستطيع يعني الذهاب إلى بنك تعمل. بالنسبة للأشخاص يعني الذين يملكون كما سبق قلت أصدقاء أو أفراد عائلة يعيشون بالخارج، تعطيه هذا الرقم، وهذا الرقم هو بالتالي بعد ذهابه الى البنك الذي يتعامل معه، بمجرد اعطائهم هذا الرقم وهذا الرقم فانه يتم ارسال الاموال اليك، يعني المال الذي سيقوم بارساله ستستلمه. ومن الافضل يعني ان تقوم ان صح التعبير الا ترسل اقل سقف للارسال هو 15 اورو، يعني لا تقوم بارسال اقل من 15 اورو، فان عمليه الارسال سترفض من قبل بنك النتلر ان صح التعبير. بالنسبه بعد استلام الاموال واردت شراء اي شيء من الانترنت، ما الذي تقوم بفعله؟ ما الذي يهم؟ الان يهمك هذا الرقم كالعاده وتاريخ انتهاء الصلاحيه والسي في سي، يعني او السي في في، او مثل ما تقال اسم السي في في، المهم او رمز تحقق من الامان او رمز الامان، يعني دائما يتكون من 3 أرقام. تقوم بإدخال هذا الرقم وهذا الرقم وهذا وتاريخ انتهاء الصلاحية وتستطيع الشراء. ثم هناك طريقة أخرى ماني إن، يعني كيف هي طريقة الماني إن؟ يعني تقوم إرسال الأموال عبر تحويل بنكي. يعني لاحظ معي هناك الكثير بالنسبة تستطيع يعني فيزا كارد، فيزا إلكترونيك، ماستر كارد، هذا بالنسبة للتحويل الوقتي، يعني في نفس الوقت، وهنا يعني نسبة الضريبة إن صح التعبير. يعني لاحظ معي هنا بالنسبة للفري يعني كاشيو كذلك تستطيع استعماله. هنا بالنسبة لمن يستعمل تحويل البنكي يعني ليس بالضرورة، لا يعني أنه مثلا من الجزائر أو المغرب أو تونس أو مصر أو البلدان العربية، لأن أغلب البلدان العربية لا تستطيع عبرها استلام إرسال أموال إلى الخارج، لكن تحويل البنكي يعني تقوم بكتابة الرقم الذي ستتحصل عليه. كما تلاحظون أقل شيء هو 22 أورو. تكتب مثلا على سبيل المثال 25 ثم تضغط على واصل، ثم سيعطيك معلومات. تلك المعلومات تعطيها لشخص ما يعيش بالخارج، وذلك الشخص سيقوم بالذهاب إلى البنك ويعطي نفس الورقة، نفس هذه الورقة. يعني في حالة الشخص الذي أردت التعامل معه يعني لا يملك ماستر كارت عالمية أو لا يستطيع إرسال أموالك أو يعني أي شيء، لا أعلم أنا. بالنسبة للطريقة الأولى فهي أسهل طريقة، بمجرد إدخال الرقم. كما أن يعني معلومة صغيرة، أغلب البلدان العربية تملك في الشارع نوع من الموزع، تقوم بإدخال الكارت الخاص بك في ذلك الموزع أو الميل، يعني يقوم بإدخال الميل في الموزع، ليس استخراج الميل، يقوم بإدخال الميل في الموزع، يكتب رقم الكارت الموجود هنا يعني ويكتب التاريخ ويتم الإرسال الأموال. العملية تأخذ بين يوم أو يومين، تأخذ على الأكثر يوم، من الأصح صح التعبير تأخذ على اليوم أكثر. لكن في حالة التحويل البنكي والذي يتطلب منك أن تذهب مباشرة إلى البنك الذي تتعامل معه، فإن العملية تكون عن طريق يعني هكذا، يعني تقوم بإدخال الإعدادات ثم كامل هذه الإعدادات أو البيانات تقوم بإرسالها طبعها أو تصوير الشاشة، تقوم بأخذ صورة إلى الشاشة وترسلها إلى الشخص الذي سيقوم بإرسال الأموال إليك. بعد ذلك تقوم بالدخول إلى هيستوري. يعني في هيستوري تجد يعني بعد أن يقوم ذلك الشخص صح التعبير بإرسال الأموال إليك عبر تحويل بنكي وليس تحويل إلكتروني، يعني تأخذ العملية أقل شيء 3 أيام، وتجد هنا بيندنج يعني ستاتيو بيندنج. كما الله بمجرد أن يستلم بنك النتلر الأموال ستجدها يعني قد تم قبول أموال وسيضاف الرقم إلى هنا. لاحظ معي إلى هنا يضاف الرقم. لكن من الأفضل كما سبق وقلت، أردت فقط أن أريكم هذه الطريقة، لكن كما سبق وقلت يعني تستطيع من الأفضل إرسال الأموال عبر تحويل إلكتروني، وهو أن ترسل رقم الكارت الخاص بك إلى الشخص الذي سيرسل إليك الأموال، وبمجرد أن يقوم بإدخال رقم الكارت يعني إما عن طريق الذهاب إلى البنك أو عن طريق الموزعات التي سبق قلت أنها موجودة في أوروبا في الشارع، يعني بمجرد إدخال هذا الرقم، وفي بعض الأحيان يطلب منه يعني كما تلاحظون تاريخ انتهاء الصلاحية،
ويطلقون بإدخالك على الأكثر الرقم، يعني لست متأكد 100% من العملية كيف تتم، لكن المهم أن تقوم بإرسال إليه جميع المعلومات، هذه المعلومات، وهو سيقوم يعني بمجرد إدخال الرقم المال ستأخذ العملية بضع ساعات وسيصلك المال على حسابك على النتلر. ثم بعد ذلك سنلاحظ يعني في الدرس القادم كيفية تفعيل حسابك، كيفية بعد تفعيل حسابك كيفية طلب الكارت، بعد تفعيل الكارت كيفية تفعيل حساب باي بول، ثم يعني هذا كل مرتبط بحساب على النتلر. في الأخير يعني أدعوكم كالعادة دولة يعني دروس النتلر ما زالت متواصلة كما لاحظتم معي بالنسبة لطلب الحصول على الكارت، إرسال الكارت وتفعيل البايبول. في الأخير أدعوكم للالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/proexplain. قناتنا على اليوتيوب من الأكيد أنك تشاهد زر اليوتيوب فوق الشاشة، لا تبخل واضغط على سبسكرايب. إن أردت كذلك الحصول مباشرة على الدروس ترسل الدروس مباشرة على حسابك على الإيميل، فاشترك في نشرتنا الإخبارية.